بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بنستكمل الدرس الثاني من دروس لغة ال HTML. المرة اللي فاتت خدنا إزاي نكتب كلمة داخل أو جملة داخل الصفحة بتاعتنا ونغير الخط بتاعها واللون ولون الخلفية والكلام ده. النهاردة بإذن الله عايزين نتعلم إزاي ننزل صورة داخل الصفحة بتاعتنا. طبعا احنا عارفين المكونات الأساسية لكود ال HTML. أول حاجة بيبدأ بأمر ال HTML وادي الغلق بتاعه. تمام. صفحة ال HTML بتتكون من هيد وبادي، ادي الهيد وادي البادي. تمام. جوه الهيد طبعا او عنوان رأس الصفحة بحط العنوان اللي هو التايتل، وليكن مثلا ويلكم. تمام. والبادي هو ده اللي بحط فيه محتوى الصفحة بتاعي. جوه البادي انا هنزل صورة. طيب امر الصورة اللي هو image image طبعا لازم معاها source، يعني هي الصورة بتاعتك موجودة فين بالظبط على جهاز الكمبيوتر. لازم تحدد له مسار الصورة او الباث بتاع الصورة. طيب هجيبه منين؟ انا هفتح الماي كمبيوتر بتاعي، وعلى درايف اي انا حاطط الصورة في فولدر اسمه 1. تمام. الصورة اسمها sky.jpg. تمام. هجيب مسار الصورة من فين؟ اهو هنا e /01. تمام. بعد كده sky.jpg. هاخد المسار ده كوبي او الباص ده كوبي، وارجع تاني للصفحة بتاعتي واعمل ايه كنترول في او بيست. تمام. واكمل المسار اسم الصفحة، اسم الصورة سكاي، اسم الصورة sky.jpg. تمام. كده انا قدرت ادرج الصورة بتاعتي واروح قافل التاج بتاع الصورة الايمج. تمام. يبقى ده الامر ايمج مع السورس اللي هو مسار الصورة، انت متخزنة فين على جهاز الكمبيوتر بتاعك، ده المسار بتاعها. طيب اعمل فايل وسيف واعمل ريفرش. هتلاحظ ان هو جاب لي الصورة، يعني انت لو لاحظت كده جاب الصورة بايه؟ بحجم كبير جدا. انا مش عايز الحجم ده كله. طب انا اعمل ايه؟ اتحكم بقى في الويدز والهاي بتاع الصورة. يبقى جنب الامر ايمج في سورس مسار الصورة، وبعدين بحدد الويدز والهاي. ويدز اللي هو العرض بتاع الصورة، الويدز مثلا هقول العرض مثلا ايه 200 بكسل. تمام. والهاي هيساوي مثلا 300. تمام. كده الويدز والهاي الابعاد بتاعت الصورة. فايل سيف. كده انا بحدد السايز. بص كده ريفرش. هنا الويدز بتاعنا العرض كام 200 بكسل والطول كام 300 بكسل. تمام. ادي حددت حجم الصورة من خلال الويدز ومين والهاي. تمام. ده الامر بتاع مين؟ ادراج صورة. ادرجنا الصورة وتحكمنا في مين؟ في الابعاد بتاعتها. لو انت عايز تتحكم كمان في الالاينمنت بتاع الصورة اللي هو محاذاة الصورة، يبقى هختار الاينمنت. الاين بقى انا عندي الاتجاهات يا اما رايت يا اما ليفت يا اما سنتر. هي الصورة معمول لها محاذاة ناحية ايه؟ الليفت اللي هو ايه؟ من ناحية الشمال. انا عايز اخليها مثلا في السنتر، يبقى اقول له ايه؟ سنتر. اللاين يساوي سنتر. فايل سيف. ولاحظ معايا الصورة هيحصل لها ايه؟ الصورة المفروض تبقى ناحية الوسط. اللاين بيساوي سنتر. طيب خليها رايت. فايل سيف ريفرش. اهي الصورة حصل لها محاذاة ناحية ايه؟ ناحية اليمين. طب انا عايز ارجعها ليفت تاني، يبقى هكتب ايه؟ ليفت ناحية الشمال اهي align left. سيف. تمام. نشوف كده لو احنا عايزين نخليها سنتر. سنتر. فايل سيف ريفرش. يبقى هي يا اما align right يا اما ايه؟ left اهو.
زي ما احنا شايفين ريفرش جات اهي رايت او ليفت. خلاص ارجعها ليفت تاني، فايل سيف ريفرش. جميل جدا، احنا كده عملنا الاينمنت للصوره. يبقى الايمج معاها الامر سورس، ده بيحدد مسار الصوره انت مخزنها فين على جهاز الكمبيوتر بتاعك، وبتحدد الابعاد بتاعت الصوره، الويدز والهاي اللي هو العرض والطول، والالاينمنت سواء كان ليفت او ايه او رايت. تمام، عرفنا ازاي ندرج صوره. طيب ايه تاني ممكن انا اعمل كمان؟ مش ادرج صوره بس، انا ممكن ادرج فيديو جوه الصفحه بتاعتي. طب هدرج الفيديو ده ازاي؟ عن طريق في امر اسمه embed. تمام، هو الامبيد زي الايمج بالظبط، لازم يبقى معاه مين؟ السورس بتاعه، المسار بتاع الفيديو. src بتساوي، وهنا تحط مسار ملف الفيديو بتاعك اهو. انا عندي فيديو اهو، الفيديو ده مثلا هغير بس اسمه واخليه بالانجلش عشان ايه، مثلا خليه ايجيبت عشان بس ما يتعبناش. ادي ايجيبت. تمام، ده ملف الفيديو بتاعي. المسار هجيبه ازاي؟ هضغط فوق هنا كليك، هنا بيقول لي اي باك سلاش 1 اللي هو الفولدر 1، وادي اسم الفيديو egypt.mp4. ده هو مسار ملف الفيديو. هاخد ده كوبي كده عشان ما اغلطش، واسم الفيديو egypt.mp4. خلاص هرجع تاني هنا واقول له اي باك سلاش، يبقى درايف اي فولدر 1، وبعد كده باك سلاش اسم الفيديو egypt.mp4. mp4. تمام، جميل جدا. هروح اقول له فايل سيف. حلو جدا، انا عايز ارجع للبراوزر، خلاص ده خلص. تمام، انا كده يبقى انا عايز اضيف ملف فيديو embed. تمام، embed، وبعد كده السورس بتاعي اللي هو مسار ملف الفيديو. تمام، نفس فكرة الصورة بالظبط. وبعدين هقول له فايل سيف واعمل ريفرش. ادي ملف الفيديو تم ادراجه. تمام، هشغله. تمام، ده الفيديو. طيب انا هشيل الصورة معلش كده، هحذفها. تمام، اعمل لها ديليت بس عشان ما نتلخبطش، واقول فايل سيف واعمل ريفرش. ادي ملف الفيديو تاني، بس في مشكلة، انا الابعاد بتاعت الفيديو مش عجباني، يعني الحجم بتاعه صغير. اعمل ايه؟ اعمل له الويدز والهاي زي بالظبط الصورة. هقول له ويدز هتساوي مثلا 300، والهاي هيساوي مثلا 400. تمام، 400 بكسل. فايل سيف ريفرش. شايف؟ لا بس احنا هنغير، نخلي ايه، نعكس، نخلي دي 400 الويدز وهنا الهاي 300. فايل سيف ريفرش. ايوه كده مظبوط. تمام، ونشغل. هتلاحظ ان ابعاد الفيديو اللي هي الويدز بقى 400 بكسل والهاي ب 300 بكسل. نشغل. ادي الفيديو اشتغل معانا. جميل جدا، خلاص كده. يبقى اذا الامر بتاع الفيديو هو بتاع الصورة. يعني انا هعمل كده اهو كوبي، عايز ارجع بتاع الصورة تاني اهو، هقول له كوبي واهو، اجي هنا انتر، وهاجي هنا اعمل له نفس الامر
بس اللي هيتغير يا جماعه، اللي هيتغير بدل embed بتاع الفيديو هقول image. تمام، image. هنا المسار هو بس اسم الصفحه بص هنا اهو يا جماعه، الاي اسم الصوره sky.jpg هو نفس المسار e/01/sky.jpg. يبقى انا هعمل ايه هنا؟ هغير واكتب هنا بدل اسم ملف الفيديو اسم ملف الصوره اللي هو ايه؟ sky.jpg. تمام، وهي نفس الابعاد بس الامر مختلف اللي هو ايه؟ image. خلاص كده تمام، خلصنا. نقول فايل سيف واقول لك ريفرش. اهو ضاف ادي الصورة من تحت وادي ملف الفيديو من فوق. نشغل. طيب عرفت اضيف صورة وعرفت اضيف ملف فيديو. تمام جدا جدا جدا. طيب افرض انت مثلا عايز ايه تاني؟ عايز تضيف هايبر لينك. هايبر لينك يعني ايه يا جماعة؟ يعني الكلمة مثلا انت احيانا بتلاقي في بعض المواقع في كلمة مربوطة بصفحة معينة، لما بتضغط عليها كليك بتنقلك لصفحة معينة او موقع معين. انا مثلا انا عايز اعمل هايبر لينك لمين مثلا كده؟ انا اهو خلاص انتر. تمام، عايز اعمل هايبر لينك. يبقى انا ايه؟ هختار في امر اسمه انكر ايه. تمام، جوه الايه، جوه الانكر ده تمام اهو بكتب الريفرنس بتاعي الموقع اللي انا عايز اعمله. يبقى انا هقوله ايه؟ اتش هايبر ريفرنس بتساوي اسم الموقع اللي انا عايز اروح له لما اضغط على الكلمة دي. وليكن مثلا الموقع، وليكن هنفتح ادي البراوزر. تمام، هفتح اي موقع وليكن مثلا www.wscreen ماشي www.w3schools.com مثلا. ده موقع اهو هفتحه، موقع تعليمي. تمام، ايا كان الموقع ادي الرابط بتاع الموقع صح. هروح اخده كده كوبي نسخ. تمام، واجي هنا في البراوزر بتاعي. هنا احنا قلنا الامر A بعدين href. هنا بكتب اسم الموقع اللي انا عايز اروح له، هو ده الموقع. تمام، مثلا هكتب الكلمة اللي لما اضغط عليها توصلني للموقع. وليكن مثلا ويب مثلا learning، ويب ليرنينج. تمام، واقول له فايل سيف. تمام، خلي بالك هقفل الموقع ده خالص. خلاص انا جبت اللي انا عايزه. طيب فين بقى school.htm؟ اهي. تمام، اللي احنا كنا شغالين عليها. ادي الصفحة بتاعتنا. تمام، ضفنا الانكر. ادي الانكر يا جماعة. الايه href الاسم الموقع اللي انا عايز اروح له، وادي الكلمة اللي انا هضغط عليها توديني للموقع ده. هقول له فايل سيف، اعمل ريفرش. ادي الكلمة اتضافت من تحت اهي، بيجي لونها ازرق، ولما بقى اقف عليها بتتحول لعلامة الكف دي. تمام، بضغط عليها كليك هتوصلني للموقع اللي انا عايزه. يبقى ده اسمه ايه؟ هايبر لينك. ممكن اغير في الهايبر لينك. اغير فيه ازاي بقى؟ بص معايا كده. مثلا ممكن اخليها بدل ده اقول له مثلا وديني www.google.com موقع الجوجل اهو. يبقى هنا هكتب ايه؟ كلمة جوجل.
تمام. وهنا اقول له الكلمة اللي انا عايز اعمل لها هايبر لينك اهي، هسميها جوجل. تمام. يبقى لما اضغط على كلمة جوجل يوديني لموقع الجوجل، اقول له فايل سيف واعمل ريفرش. هنزل تحت اهي، هتلاقي الهايبر لينك اهو، كلمة جوجل اهي، اضغط عليها كليك وداني لموقع الجوجل مباشرة. تمام. عرفنا ازاي نعمل انكر اهو. تمام. ادي كلمة جوجل دي اصبحت هايبر لينك. عملته ازاي؟ عملته عن طريق الامر href واكتب اسم الموقع، وبعدين هنا بكتب اسم الكلمة اللي انا عايز اول ما اضغط عليها توصلني لموقع الجوجل. يبقى هنا الكلمة اللي انا هعمل لها هايبر لينك اربطها بمين؟ بالموقع اللي انا عايز اروح له. يبقى كده عرفنا ازاي نعمل هايبر لينك. تمام. وازاي نعرف ندرج فيديو عن طريق امبيد، وازاي ندرج صورة عن طريق ايمج. تمام. عرفنا نعمل حاجات كتير النهاردة. تمام. طيب افرض انت عايز تعمل صورة كخلفية. صورة كخلفية سهلة، تروح على البادي. تمام. وتقول له باك جراوند. الباك جراوند بتاعتنا هتقول له مسار الصورة اللي انت عايز تعملها ايه كخلفية، اللي هي دي اهو. هاخد نفس مسار الصورة وارميه لمين؟ للباك جراوند. تمام. يبقى الصورة دي هتبقى خلفية للصفحة كلها. تمام. فايل سيف ريفرش. هتلاحظ بص كده معايا لو كبرنا الصورة اللي انا قلت حددتها، شوف اصبحت ايه؟ خلفية للصفحة. يبقى انا خليتها ايه؟ كخلفية للصفحة عن طريق ايه؟ الامر باك جراوند. وهنا مسار الصورة اللي انا عايز اعملها خلفية داخل مين؟ داخل الامر بادي. داخل الامر مين؟ بادي. خلاص كده. يبقى ده كان درس النهاردة، ازاي ندرج صورة ونتحكم في ابعادها، ازاي ندرج فيديو تمام عن طريق الامر embed، ازاي ندرج صورة عن طريق الامر image، ازاي نعمل هايبر لينك عن طريق الامر ahref. تمام. ازاي نعمل باك جراوند للصفحة كلها عن طريق الامر باك جراوند، وادي مسار الصورة اللي انا عايز اعملها كخلفية للصفحة. ده كان درس النهاردة، وان شاء الله باذن الله هنتقابل في الدروس القادمة تكملة للغة ال HTML. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.